السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الطعمية أو الفلافل. هقول لكم على الطريقة اللي ممكن تعملوه بيها بالمضرب ولا ما ينفعش بالمضرب. يعني هنشوف كده المضرب يبقى كويس نعمله بيها ولا ما نعملوش بالمضرب خالص. تمام، يلا بقى نخش عشان نشوف كده المقادير بتاعة الفول أو الفلافل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انا عندي هنا نص كيلو فول مدشوش نقعاه. قعدت نقعاه يجي ساعتين، وبعد كده صفيته كويس قوي طبعا بعد ما نقيته وغسلته. وعاية هنا رغيفين، الرغيفين دول صغيرين، عايزة تحطي رغيف واحد براحتك، عايزة تحطي الاتنين برضو يعني دي اختياري يعني. عندي هنا بدال الكرات، انا ما عنديش كرات، انا عندي هنا اللي هو البصل الاخضر، بصل اخضر وكزبره وشبت. ومتكتريش من الخضره، يعني متكتريش من الخضره عشان ما تغمقلكيش الطعميه، وفي نفس الوقت كمان تبقى ايه تشرب، يعني هي مش هتشرب زيت خالص، يعني الطعميه اللي احنا نعملها مش هتشرب زيت، بس علشان برضو ايه ما يبقاش مكتومه كده. تمام، انا هنا حطيت بقى كزبره ناشفه وكمون وملح ومعلقه سكر. وحطيت هنا كله كده هعمله مع بعضيه. انا بليت الرغيفين زي ما قلت لكم، بليت الرغيفين كده علشان يبقوا طراي معايا شويه. هعمله هنا الاول في المفرمه. وهقول لك برضو ان لو انت ما عندكيش الكبه وعندك المفرمه هتعمليه في المفرمه، عندك الكبه خير وبركه، بس ما تحطيش كله مع بعضه في الكبه عشان مش هيمشي. وهنحط بقى حاجه كده ما حدش بيحطها طبعا بتوع الطعميه ولا اي حاجه، احنا بنعمل طبعا الفلافل دي في البيت فبراحتنا خالص بنعملها زي ما احنا عايزين نعملها، بس بالمعقول يعني. هفرم بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعضها كده، ما كتريش من التوابل، هي بس ملح وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة سكر، واختياري برضو مش عايزة تحطي معلقة السكر براحتك. قلبت كله مع بعضه كده. بصراحة لاقيها خشنة، يعني انا لاقيها خشنة، فانا كنت شفت ان حد كده على اليوتيوب عملها بالمضرب، ان تنعم معاكي بالمضرب بالمضرب يعني. فانا قلت برضو لازم اجرب معاكم الحاجات ديت على قد ما هي بتاخد وقت ومجهود مننا، بس لازم نعرفكم الحاجة اللي تنفع معانا واللي ما تنفعش معانا. انا ضربتها مرة تانية كده في الكبة علشان تنزل لي ناعمة، يعني هي كانت ناعمة بس مش النعمان اللي هو، يعني انا لما بعملها في الكبة بتبقى ناعمة عن كده بكتير. خلاص، خلصت كده وايه والم اللي حواليا بس كده ونشوف كده هنعمل في الطعمية ايه. فانا جبت بقى هنا كوباية حليب صغيرة، ايوه كوباية زي ما انت سمعتي كده بالظبط، كوباية حليب صغيرة، وفي كمان لسه كوباية كمان هنحطها. طيب هتقولي لي بتاع الطعمية ما بيحطش طبعا حليب ولا الكلام ده كله، لا ده انا هعمل لك طعمية كأنها بالظبط برجل، كأنها كفتة، كأنها حاجة كده، طعمها هيطلع مختلف خالص. الكوبايتين الحليب اللي انا حطيتهم دول هيطلعوا لك الطعميه طعمها مختلف خالص خالص يعني. وانت بتعمليها كده هتحسي ان انت بتاكلي فعلا برجل، هتحسي انك بتاكلي كفته. ف ما فيهاش طعم الطعميه، بس طعمها جميل، طعمها حلو يعني، والله بامانه لو ما مش حلوه انا ما كنتش هنزلته خالص الفيديو، كنت استغنيت عنه خالص، او كنت استغنيت عن اللقطة دي خالص وما نزلتها الكيش. بس انا قلت لا لازم اعرفك ان برضو في حاجات حلوة كده بنستفاد منها، بتبقى غريبة عن يعني اللي احنا متعودين عليه، بس بتطلع حلوة يعني. قلبتها كده وبرضو لقيتها مع المضرب، انا المضرب دوت يعني بساعده كده علشان هو ما بيلفش البتاع بتاعته، القاعدة بتاعته ما بتلفش، فبقيت اساعده كده على اساس ان هو يضرب كويس. حتى بعد كده مسكته بايديا وبقيت اضرب بيه وكده، ملقيتش نعم لي خالص الكفتة، ده مختلف خالص. هنا بقى احط معلقة بيكنج باودر، مش بيكنج باودر، كربوناتو، معلقة كربوناتو صغيرة خالص.
ولو عايزه تستغني عن الكربوناتو ده مفيش مشكله، بس يعني علشان الكربوناتو كده بيديها كده هشاشة وحلوه يعني. تمام. انا لقيت مفيش فايده، رحت جايبه بقى الكبه هنا وقلت اما اخد فيها الوش الاخراني. ويا ريتني كنت عملت كده من الاول، ما كنتش ضيعت وقت خالص في المضرب اللي بيتعمل بيه. تمام. طلعت معايا في منتهى الجمال، يعني انا لو خدتها كده من بعد ما عملتها في البتاع دوت المفرمه، كانت هتطلع معايا في منتهى الجمال، وكنا هنخلص على طول بدري يعني. بس هي اتاخرت معايا شويه عشان ان انا قلت اما اجرب المضرب. فالكبه بقول لكم هنا الكبه ممتازه، لكن المضرب ملوش اي لازمه خالص، ملوش لازمه في الطعميه خالص خالص. ومش زي خالص الدراع بتاع اللي عند الراجل اللي بيتعمل بيه الطعميه، ده مختلف خالص. هنا بقول لكم برضو دي ممتازه اللي هي المفرمه، لما فرمنا بيها حلوه يعني. لو عندك لو انت لسه بتجهزي يا ريت المفرمه دي تبقى موجوده برضو عندك في جهازك. المفرمه ممتازه. هنا بقى انا قسمت الطعميه وحطيت شلت من الطعميه التانية، وهنا خدت اللي هو هعمل عجه كده بنص بحته منها يعني، والتانية هعملها طعميه عاديه. العجه دي هقول لك يعني وانت بتاكليها كده انت جربيها بس وقولي لي بعد ما تجربيها. ما تعمليليش لايك ولا اي حاجه غير اما تجربي الطعميه ديت طعمها عامل ازاي. ما تحطي كوبايه الحليب الصغننه اللي احنا حاطينها دي. واعملي يا ستي بلاش النص كيلو، اعملي ربع كيلو فول ونقعيه كده واعمليه بالطريقه دي، وطعميه كده في الكبه على طول. وما تحطيه بدل الكرات، هنحط في بتاع ده هو بصل اخضر، بلاش كرات. بس لازم الكزبرة تحطي برضو من الكزبرة اللي هو اللي من تحت، الأطراف اللي تحت، ما تحطيش العيدان عشان ما تظهرش في الطعمية. هنا بقى كده هعمل عجة واحدة بس، انا هجرب معاكم كده حاجة وبرضو طلعت ايه ما يعني برضو ما نفعتش. حطيت سمسم كده من على الوش ان انا احطه كده في الطعمية، فلقيته لا ما نفعش كده يعني. ما مسكش على الطعمية عشان كان طبعا الطعمية عليها زيت. المعلقة الكربوناتو بقى فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي ما بتنطر الزيت، ما بتخليش خالص زيت في الطعمية ولا في العجة يعني. في العجة ما ولا شربت زيت ولا الطعمية. دي معلش اتعملت مني كده، اتعوجت كده، بس انا مستعجلة بقى والله، تعبت جدا في حكاية المضرب دوت اللي هي ضيعت وقتي خالص. فما تجربوهوش عشان ما تدعيش عليا، ما تجربيش. بصي برجر اكنك بصي قال يعني ده كده عامل زي البرجر بالظبط. ده لو تحطيه كده في السندوتش كده اهوت. وانا عامله العيش على فكره اللي انا هوريهولك دلوقتي، انا والله عاملاه برضو في البيت. فانا لو هتعملي العيش كده دوت وتحطي فيه اللي تعتبر زي البرجر كده، دي هتبقى ممتازه. طبعا عملنا خلاص الطعميه اهي. انا سرعت في الفيديو عشان مش عايزه اطول معاكم خالص في الفيديوهات، عشان انا حاسه ان انتوا زهقانين مني بصراحه. خلصت كده يا حبايبي، انا عملت كده اهوت الكيس الطعميه دي اللي هشيلها. الطعميه كل فين وفين عقبال ما بناكلها بصراحه، بس لما بتبقى عجه كده بتبقى جميله وحلوه. وخلاص كده خلصت اللي هعمل معاكم بقى السندوتشات، وهوريكم العيش الجميل اللي انا عاملاه في البيت. بصوا الطعميه ما شاء الله جميله جدا من جوه، كأنها بالظبط كده زي وانت بتاكليها هتحسي بطعمها. بس اهم حاجه في الطعميه ما تكتريش الملح، اوعي تكتري الملح خالص. الملح تحطيه على قد كده قليل قوي، اما يكون قليل هيبقى احسن. اذا كان في الفول ولا في البصاره ولا في العدس، الحاجات دي كلها ما بتحبش ملح يعني. ومعلقه السكر دي على فكره هتفرق معاكي جامد قوي، هتديكي كده طعم حلو كده. والله كاني باكل لحمه مش باكل فول خالص، مع ان انا ماليش في البقوليات، بس هو بحاول ان انا على قد ما اقدر اكل منها واوريكم ان هي عادي يعني. والله طعمها جميل جدا. عملت طبعا طبق السلطه وكنت محمره بطاطس جنبيها. عايزه اقول لكم البطاطس دي اكترها في الايام دي محلونه، فخلوا بالكم. وده العيش الجميل اللي انا منزلته لكمش، بس انا منزلاه قبل كده يعني، عاملاه في الفيديو قبل كده.
عاملاه العيش الشامي اللي هو بيتعمل بتاع السندوتشات اللي هي الفلافل والطعمية والفول وكده. فشايفين الجمال حلو قوي. يعني اعمليه كده في البيت دوت احسن بكتير من تجيبيه من بره. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله يا رب يكون قدرت كده انزل لكم الطريقة سهلة وبسيطة وما اكونش مطولة معاكم. احط بقى السلطة كده عليها، واحلى سندوتشات هتعمليها ليكي ولاولادك بألف هنا وشفا. تاكلوا وتتهنوا يا رب، ومع ألف سلامة. بحبكم في الله، وبحب كل اللي موجودين عندي على القناة. ربنا يسعدكم ويسعد أيامكم وينولكم كل اللي تتمنوه بحق الأيام المفترجة الكريمة يا رب. جاي علينا رمضان بقى، فربنا المستعان، وربنا يعيننا على الفيديوهات. وان احنا كمان اهم من الفيديوهات ان احنا يبقى ما نفوتش وقت كده في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. جربوا بقى البرجل الجميلة اللي هي حلوة دي. أنا أقول عليها برجل، مش هقول عليها طعمية خالص. جميلة جدا، ومع ألف سلامة.